السلام عليكم، اهلا بيكم. يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. في البدايه احب ارحب بكل متابعين الجداد. نورتوا القناه. النهارده هنعمل مع بعض اكله فلاحي مصري اصلي. هنعمل مع بعض الرز المعمر في الفرن. انا مجهزه النهارده كيلو من الرز المصري مغسول ومنقوع لمده ساعه، ومجهزه معاه كيلو ونص من اللبن، السمنه البلدي بتاعتنا والقشطه بتاعتنا. في الاول انا هضيف نص كميه القشطه. المفروض ان انا كنت هضيف نصها بس، لكن انا حسيت كده ان الرز محتاج كمان، فانا بصراحه ضفت الطبق كله. القشطه دي حوالي 8 كيلو. وهضيف كمان 3 معالق من السمنه البلدي، وهضيف معلقتين من الملح. وهقلب ده كله في الرز. هفضل اقلب في الرز بتاعنا لحد ما يشرب السمنه والقشطه على الاخر، ما يبقاش باين منهم. وللناس بقى اللي بره مصر اللي هيسالوا يعني ايه رز معمر، اللي هو رز بقى بيبقى غرقان قشطه وسمنه ولبن، حاجه كده ايه، واو، مش قادره اقول لكم. هفضل اقلب لحد ما الرز بتاعي يبقى بنفس الشكل. بصوا الرز ما عادش باين خالص من القشطه ومن السمنه. بعد كده هضيف الكيلو ونص من اللبن. ممكن نضيف 2 كيلو لو احنا مش ناقعين الرز بتاعنا، لكن عشان انا نقعت الرز فتره طويله فانا ضفت كيلو ونص بس من اللبن. وهدوق دلوقتي كده عشان اشوفه محتاج ملح ولا لا. طبعا هو كان محتاج شويه، فانا ضفت شويه كده من الملح. بعد كده هجيب بقى فتافيت كده من السمنة على الوش. هو مش محتاج، بس يعني هي يلا شوية كمان. نيجي بقى للتسوية. اهم حاجة في الرز المعمر عشان ينجح هي التسوية. الفرن يكون سخن. هحط الصينية بتاعتي على ساقة الفرن قريبة من النار من تحت. واول ما الاقي الرز بتاعي شرب اللبن كله، هبدأ ان انا ارفعه على الشبكة بتاعة الفرن بنفس درجة حرارة الفرن. خلي الفرن ناره هادية عشان اللبن ما يفرش منك ويبهدلها. الموضوع هياخد من ساعة ونص لساعتين لحد ما يوصل للشكل ده. ما تستعجليش على الرز المعمر. لما بياخد راحته في الفرن بيطلع بالجمال ده، لونه ولا سبايك الذهب، حاجة روعة. بصوا بيبقى الجمال، شوفوا المعلقة، يا خراشي، بصوا يا روعة، حاجة ايه. هو حد يقول لي الرز مفلفل ده ولا معجن؟ لا، بصوا هو طالع عامل زي المهلبية كده. حاجة وهم بجد. القشطة رهيبة، بصوا حتت القشطة باينة ازاي. جربوها يعجبكم جدا جدا. الصينية دي كانت ناقصة جوزين حمام يتحطوا جواها كده وتبقى ولا كلمة. يلا بقى ما تنسوش اللايك والكومنت الجميل.